لما الحياة كانت دون مرتبة الحياة، إذا صح التعبير ده، ما كانت في حاسة. بعدين أول ما بدت الحياة جاءت حاسة الحس. بعدين الحواس توظفت، بدت الحاسة الثانية والثالثة في تطور الحياة الوئيد لغاية ما بقى الخمسة، والحياة ماشية لتكسب الحاسة السادسة والحاسة السابعة. ومسألة النفوس سبعة، لأنه الحواس قبلك لما كانت ما في بمعنى أنها ما بارزة، لكنها موجودة كاملة. هسه الحاسة السادسة موجودة كاملة والحاسة السابعة موجودة كاملة، وده معنى النفوس السبعة. والنفوس بالمناسبة هي طبقات العقل. يعني لما نتكلم عن النفوس سبعة طبقات العقل، العقل ماشي في تطور سباعي، كل ما يختم السبعة يبتدي سبعة، كل ما يبتدي، ودي مراحل قوته. وإن شئت الحواس هي العقل، لكن مفرق. الحواس هي العقل مفرق، والعقل هو الحواس مجموعة في مركزية واحدة. فالحواس سبعة، لكن البروز لغاية الآن بلغ طور الخامسة بس، والناس ماشيين للسادسة وبيمشي للسابعة. لما تبرز الحاسة السابعة يبقى تطور الإنسان ما راح يجيب حاسة ثامنة وحاسة تاسعة، لكن تقوية للحواس السبعة، باستمرار تقوى، باستمرار قوة عقل. والإنسان يمكنك أن تقول مر عليه مرحلة من التطور كان تطور جسدي. الحياة البدائية تطور جسدي. الإنسان من العهد الحاضر اللي احنا بنبشر به في مرحلة الحرية الفردية، مرحلة الفكر، لما نقول الإسلام تكليف الأساس الفكر، الإنسان راح يدخل في الطور الجديد اللي هو أنه تطور فكري. زمان كان الإنسان بيمشي على 4، مشى على 2 ليفضي ايديه ليوجد وحدة بين عقله وجسده. اليدين بيشتغلن باتفاق مع العقل. بعدين العقل محاول ان يكون عنده سيطرة على كل حركات الجسد. راح يجي الوقت اللي يكون الانسان بيتصرف في ضربات قلبه، في تنفس رئتيه، في رمش عينيه، يكون سيد جسده، سيد مملكته. الوقت ده الجسد بيبقى في مرتبة روحانية. التطور كله راح يرفع في المرتبة دي، أنه العقل يكون هو السيد على الحواس كلها، حتى يمكنك أن تشكل جسدك بالصورة اللي انت عايزها زي الملك. هسه ممكن جبريل انزل من صورة إلى صورة يكون محسوس زي ما بيجي في صورة دحية الكلبي مثلا. هذه قوة على التشكل. الإنسان ماشي للصورة دي، تطوره راح يكون مقدرة جسدية ليكون هو ملك المملكة. نحن هسه ما ملوك في مملكتنا، نحن غرباء أجانب على مملكتنا، عندها ملك غيرنا. الملك ده مستعد يسلمنا دائما لو نحن مستعدين نسير في طريق تسليمه. دائما بربينا ليسلمنا، ليجعلنا خلفاء.